لو ركزنا كويس في حياتنا هنلاقي ربنا حاطط لنا عبادات يوميه عشان يغفر لنا الذنوب، وعبادات اسبوعيه عشان يغفر لنا الذنوب، وعبادات سنويه عشان يغفر لنا الذنوب. طب تعالى كده نتكلم في الحديث اللي بيتكلم في المعنى ده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصلوات الخمس، الخمس صلوات في اليوم، يبقى ده كده حاجه يوميه. الصلوات الخمس، والجمعه الى الجمعه، صلاه الجمعه لصلاه الجمعه، يبقى ده كده حاجه اسبوعيه. ورمضان الى رمضان، شهر رمضان الى شهر رمضان، يبقى دي كده حاجه ايه؟ سنويه. ورمضان الى رمضان مالهم بقى؟ مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر. لو انسان بعد عن الكبائر وبعد عن كبائر الذنوب، ربنا ربي يعصمنا من الكبائر، ايه اللي يحصل بقى؟ تصلي الخمس صلوات ربنا يغفر لك بهم ذنوبك في اليوم. يعني مثلا صليت العصر وصليت المغرب وعملت الذنوب ما بينهم، الصلاتين يكون سبب في مغفره الذنوب، فكده مغفره يوميه. طب مثلا طول الاسبوع بتعمل ذنوب، صلاه الجمعه وصلاه الجمعه اللي بعديها سبب في مغفره الذنب. طب مثلا طول السنه بتعمل ذنوب، اهتميت بشهر رمضان واقبلت على شهر رمضان وركزت على شهر رمضان، وبعد كده شهر رمضان اللي بعده ركزت عليه، يكون سبب في مغفره الذنوب. فسبحان الله محطات لمغفره الذنوب يوميه واسبوعيه وسنويه. طب تعالى نتكلم على شهر رمضان، هذا شهر الخير، موسم المغفره السنوي ده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صام رمضان، الانسان اللي يصوم رمضان ايمانا واحتسابا، يعني مؤمن بالله ومحتسب للاجر من الله، محتسب ان الله لن يضيع اجري، محتسب ان الله سيجازينا على هذا الصيام. من صام رمضان ايمانا واحتسابا يحصل له ايه بقى؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. موسم المغفره، موسم مغفره الذنوب. فالانسان لما يستشعر ده يقبل على طاعه الله، يحرص على الخير في هذا الشهر، شهر مغفره الذنوب. فنحرص على هذا الشهر العظيم. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بس كده؟ لا. طب نكمل الحديث. ومن قام ليله القدر، هذه الليله العظيمه اللي هي خير من 1000 شهر، ربنا ربي يبلغنا ليله القدر. ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا، يعني ايمانا بالله ومحتسب للاجر من الله، إيه اللي يحصل؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. موسم المغفره فتك ده، يبقى تحرص على ليله القدر. طب بعد كده، طب تعالى نكمل حديث ثاني برضه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قام رمضان، قام رمضان اللي هو قيام الليل، اللي هو يصلي يعني يصلي قيام الليل في رمضان. وعشان تقوم الليل احرص على صلاه في المسجد، تصلي التراويح والتهجد في العشر الاواخر من رمضان. يبقى كده احرص على انك تصلي مع الناس في المسجد من بعد العشاء. من قام رمضان، عشان تكون من اهل هذا الحديث، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، مؤمن بالله ومحتسب للاجر من الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. موسم المغفره الثانوي. فالانسان يعني ازاي يغفل عن ده؟ ازاي انسان يغفل عن هذا الشهر، شهر المغفره؟ فنحرص على رمضان. يعني هذا الشهر ما انت مش ضامن تعيش تاني، مش ضامن ان هو يجي لك تاني. فنحرص على رمضان. ربنا يا رب يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عنا ويوفقنا لكل خير.